كابتن شريف الجمل من لعيبه الام ام اي في مصر الجامدين. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله والله كلكم زي الفل. يعني حابب اعرف معاك ابتديت ام ام اي من امتى، وعامه هل انت ابتديت ام ام اي ولا كان في حاجه تانية قبل الام ام اي؟ بص انا ابتديت اول حاجه في حياتي كانت ابتديت الملاكمه البوكسنج. ابتديت وانا عندي 13 سنه. قعدت 7 سنين بلعب ملاكمه. بعد كده دخلت على الكيك بوكسنج، قعدت برضه حوالي 5 سنين. بعد كده بقى لي 5 سنين ام ام اي. يعني قبل كده الفتره بتاعت البوكس والكيك بوكس فادوا جدا معاك في الام ام اي. اكيد طبعا، هي الام ام اي لازم يبقى ليك بيس قوي في لعبه معينه 100%. 100%. وبعد كده كل الالعاب التانية عشان تتعلم ام ام اي لازم يبقى اتليست عندك 30% من كل لعبه عشان تبقى عارف الديفنس بتاعها، وتلعب طبعا في البوينت القويه بتاعتك اللي هي مثلا سترايكنج على الواقف، ومثلا تبقى عندك ديفنس 30% مثلا من حد خدك تيك داون ولا برازيلي جيتسو على الارض كده. كل واحد بيبقى ليه ستايل. طبعا اكيد، يعني مثلا انا بلعب مثلا الستايل بتاعي سترايكنج كيك بوكسنج. في ممكن العب خصم تاني ليا يبقى مثلا الستايل بتاعه مثلا تيك داون جيتسو، بيلعب مصارعه، بيلعب جودو، بيلعب موي تاي، بيلعب بوكس، بس بيلعب كونغ فو ساندا. كل لعبه ليها الستايل بتاعها. م. شريف، طب انت شايف الام ام اي في مصر وصلت لحد فين؟ بص، هو ريسنتلي يعني اخر 5 سنين فعلا في الدول العربيه كلها مش في مصر بالذات. الناس بقى عندها اويرنس وبقى عندها معلومات يعني ايه الام ام اي. كان الاول مثلا من 5 6 سنين تسال الناس مثلا انا بلعب ام ام اي، يعني ايه ام ام اي؟ لازم تشرح له الام ام اي يعني كذا وكذا وكذا وكذا. لكن دلوقتي الناس من كتر ما هي بقت تتفرج على التلفزيون بقت تعرف يعني ايه ام ام اي، بقى في اقبال عليها جامد قوي، وبقى كل الناس دلوقتي في مصر بقى عندها معلومه يعني ايه ام ام اي بقى لهم 5 سنين. لكن قبل كده ما كانتش يعني لسه اللعبه مشهوره جامد قوي زي دلوقتي يعني. م. شايف ان برضو لعيبه الام ام اي اذا كان في مصر ولا في الوطن العربي واخدين حقهم وسط الرياضات التانية؟ بص، يعني طبعا الام ام اي في مصر ملهاش اتحاد رسمي، بس هي بتبقى منظمات. فكل مثلا احنا عندنا كذا منظمه في مصر، فكل منظمه طبعا بتنافس، يعني كل واحد بيحاول ينافس مع المنظمات التانية انه يطلع احسن لعيبه من عنده، واقوى لعيبه واكتر لعيبه مؤهله انها تلعب حتى بره باسم مصر، تشرف بلدهم يعني. بس فهي يعني يعني حقيقة يعني هي ما عندها ما فيش اتحاد رسمي ليها، بس هي كلها منظمات. بس بره ليها اتحادات وليها كل حاجه. هنا طبعا في مصر انت عارف، يعني كل حاجه بتبقى بطيئه جدا يعني في مصر عامه. ايه اللعيبه المصريين لما يتعمل لهم اتحاد؟ لا، هي في ناس كتير قوي ان انت بعد كده لما بقى في مثلا اتحاد، مش كل واحد يجي له ماتشات من بره تبع المنظمه بتاعته ويطلع يلعب بسهوله. لا، بعد كده انت ليك اتحاد رسمي، بتيجي بتعمل تصفيات زي اي تصفيات منتخب. ماشي، بتيجي تصفي وكل المنظمات مثلا بتصفي في الاتحاد الرسمي. والاتحاد الرسمي هو بيطلع اللعيبه بره، اكتر لعيبه بتكسب في التصفيات هي بيطلعها تمثل مصر. لكن نظم العمليه الام ام اي جوه. طبعا هو حتى اللي يطلع هيبقى كواليفايد كويس قوي، ويبقى مؤهل كويس قوي ان هو بدل صفى وكسب في كل الجامعات في كل ميزانه، وطلع مثل بلده، يبقى هو ده ان شاء الله اكيد هيشرف بلده. لكن في ناس كتير بتطلع بره، في ناس في مصر اقوى منها بكتير قوي. بس فهي دي بس، يعني احسن حاجه ان يبقى ليك اتحاد رسمي. لكن جامعات طبعا بيبقى الموضوع مختلف شويه. يعني اللاعب المصري من اللعيبه اللي عندهم او المميزين ممكن يبقوا مميزين في الرياضه دي. اللاعب المصري طبعا بيبقى اكتر حاجه مميز في الرياضه دي، بيبقى الرياضات اللي هي الاسترايكنج، اللي هي البوكس والكيك بوكس والكونغ فو ساندا، و يعني اللي هي اللعب على الواقف الاسترايكنج. التيك داون والبرازيليان جيتسو اون ذا جراوند ده بيبقى قليل جدا، ان هي اللعبه كانت يعني بقى لها يعني ريسنتلي 5 سنين على مصر، فلسه مش واخده وضعها قوي قوي هنا في مصر، بس يعني ابتدت يعني. بس طبعا بره ادفانس اكتر عن مصر يعني. مين من الدول العربيه اللي مميزين في الام ام اي، وفي اوروبا مين الدول المميزه في الام ام اي؟ هو عامة الدول العربية في ناس كتير مميزين، في لبنان وفي المغرب، الأردن رقم واحد في البرازيل جيتسو طبعا. اللعيبة أقوى لعيبة في البرازيل جيتسو في الدول العربية. كل بلد ليها لعبة مميزة فيها بس.
عشان كده كل دوله ممكن تتميز في الحته اللي هم متميزين فيها يعني. تمام، بتحضر لايه بقى الفتره الجايه؟ انا ان شاء الله بحضر عندي يوم 19 ديسمبر اللي هو الشهر ده كمان 10 ايام ان شاء الله، ماتش في ديزر فورس اللي هو المين ايفنت بتاع ديزر فورس الاكاديميه، النهائي بتاع الاكاديميه. وطبعا هلاعب واحد اردني وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اشرف بلدي واشرف مصر ونعمل ماتش حلو ان شاء الله.